بسم الله. المغرب خلاص داخل عليا ومش فاضله الا نص ساعه والاذان يأذن، ومش عارفه هجهز فطار ايه. جريت بسرعه على الفريزر، لقيت عندي نص كيلو من الكبده بتاع الفراخ وقلوب. اول حاجه جيت عاملاها حطيتها في ميه بسرعه وحطيت عليها دقيق وملح وكمان شويه خل، وسبتها على جنب علشان تتنقع على ما خرطت البصله بتاعتي. وجيت جايبه طاسه على النار وحطيت فيها معلقتين من الزيت وسبتها تسخن على شويه، ونزلت بالبصله اللي انا كنت مخرطاها مربعات على ايدي كده، بسرعة بسرعة علشان مستعجلة خلاص الوقت دخل عليا. وقلبت لحد ما خدت لون، واول ما خدت لون نزلت عليها بالكبدة. ننزل بقى بالكبدة، وجيت توزعي الكبدة كده في الطاسة لحد ما تتقفل، يعني ما تحركهاش كتير، انا ما قلبتش. حطيتها على نار عالية لحد ما خدت صدمة من تحت، وبعد كده قلبتها. نقلب لحد بقى ما تاخد صدمة من كل مكان وتبدأ تستوي معانا. ده كله على نار عالية علشان ما تبكش مية وتعمل لنا ريحة زفارة ما تعجبناش. وننزل بقى بالتوابل بتاعتنا، كزبرة، كمون، ونحط الملح، ونقلب بقى التوابل. وطبعا بما اننا صايمين فاحنا بالنظر، دي حاجة بقى من كتر ممارستك في الطبخ بتبقى خلاص عرفتي من غير ما تذوقي، بعد الفطار بتبقى كل حاجة مظبوطة. هنحط بقى فلفل حامي وفلفل رومي، وندي كمان تقليبة، هي تقليبة كده، وننزل بطماطمية متقطعة برضو مكعبات. مش حابة تحطي الطماطمية عادي بتتاكل بقى كده بتبقى حلوة جدا، بس أنا بحب احط طماطمية بتبقى تحفة. نسيبها بقى كده على نار متوسطة، ونغطيها لحد ما الطماطم تدبل معانا. كده وصلت معايا يعني كويسة دلوقتي بقى خلاص، استوت معايا وبقت بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله، الله اكبر، طعم وريحة وجمال. حطوها في عيش فينو، كلها بعيش بلدي. هتعجبكم جدا. بس اهم حاجة بقى ما تنسوش تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. واهم من ده كله، ما بتاخدش وقت خالص على النار، كل ده كله ما خدش مني 10 دقايق وانا واقفة وكمان بسواها. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.